وكما قال حفيظ دراجي النهارده مع السلامه اتش. الى اللقاء. لوكا مودريتش ورفاقه خارج المونديال. كرواتيا خارج المونديال بعد فوز منتخب الارجنتين النهارده ب3 أهداف ل0. ميسي النهارده رغم الاصابه بيفتتح التسجيل النهارده ويسجل هدف من ضربه جزاء. السبب في ضربة الجزاء ديت جوليان ألفاريز بعد عرقلة الحارس ليه بيحسب الحكم ضربة جزاء، وبيدخل ليونيل ميسي ويسجل هدف ويتربع على صدارة هدافين الأرجنتين في بطولة كأس العالم ويتجاوز رقم الأسطورة باتيستوتا 11 هدف. جوليان ألفاريز النهارده متألق شديد جدا النهارده بعد السبب ان هو يجيب ضربة الجزاء لمنتخب بلاده الارجنتين ويسجلها ليونيل ميسي. قدر في الدقيقة 39 جوليان ألفاريز يسجل هدف رائع بعد مراوغة اكتر من لاعب من لاعبي كرواتيا ويدخل جوه منطقة الجزاء ويسجل الهدف الثاني للارجنتين. ومع بداية الشوط الثاني ليونيل ميسي جات له فرصة وحاول ان هو يسجل منها، ولكن حارس المرمى تصدى للكرة. وبعدها في الدقيقة 69 ميسي بيعمل اسيست رائع لجوليان ألفاريز ويسجل الهدف الثالث. وبكده ميسي بيحقق رقم قياسي جديد برضه في المباراة ديت، وهو بيتعادل مع رقم الظاهرة رونالدو في عدد الاسيستات اللي اتصنعت في بطولة كأس العالم برقم 13 اسيست في بطولة كأس العالم. ميسي ما وقفش عند هنا في تحقيق الارقام القياسية. ميسي النهارده هي المباراة رقم 25 ليه في بطولة كأس العالم ليتعادل مع أسطورة ألمانيا لوثر ماتيوس كأكثر لاعب شارك في بطولة كأس العالم عن 25 مباراة. النهارده ميسي بيتساوى معاه في عدد المشاركات في مباريات كأس العالم ب 25 مباراة. بس يا جماعه بكده يكون خلاص فيديو النهارده. لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تدعمنا باللايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ومن غير ما اطول عليكم، سلام.